السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اموركم هانيه؟ مرحبا بكم معايا في هاد لا فيديو ان شاء الله حاولت ندير لكم جوله خفيفه ظريفه في المحل اللي كنتقدى من عنده. نتمنى ان شاء الله يعجبكم لا فيديو وتشاهدوه من الاول حتى الاخير. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساونيش من لي لايك ديالكم والتعاليق ولي زابوني اللي ما مابونيش. المهم هنايا كنشارك معكم لقطات خفاف. صراحه المحل راه كيتوفر تبارك الله على جميع المنتجات. حاجه وحده انني ما كنلقاش صراحه فيه بزاف داكشي اللي كيتعلق بالحلويات. المهم واحد 80% صراحه كنلقاها، 20% ما كنلقاهاش، ولكن كيبقى من احسن المحلات اللي انا كنتعامل معاهم في هذه المدينه. والله العظيم مقارنه مع بزاف ديال الناس اللي تعاملت معاهم قبل وكنلقى الاثمنه مبالغ فيها. هذا هو المشكل صراحه اللي لقيت هنايا، هو الاثمنه تيزيدوا فيها بزاف الا من رحم الله. ومن ضمنهم هذا السيد هذا الصراحه الله يعمرها دار، يعني اثمنه في المتناول. وكنكون عارفه راسي مثلا واخا ما نسولش على الثمن ولا كناخذ ونخلص، كنكون عارفه راني ما مقولباش، يعني يزيد عليا حتى هي ما غاديش يزيد عليا شي ثمن اللي مبالغ فيه. صافي هنايا كنوري لكم داكشي اللي عنده. العطريه، مستلزمات الحلويات، يعني الزيت، القطنيات، يعني كل شيء عنده، كل شيء ما شاء الله. تبارك الله. هنايا راه عندهم محل اللي خاصينو هاد الجهه بالنسبه غير العطريه والزيت الزبده وداك الشيء، وهاد الجهه عاوتاني خاصينها المكسرات، يعني بحال اللوز، الكركاع، الحمص، وهاد الشيء ديال الطوابع، يعني ما يخص الحلويات، لوازم الحلويات يعني البلاطويات. عاد عندهم عاوتاني تبارك الله واحد المحل صغير اللي خاصينو عاوتاني بالقوالب ديال الكيك. المهم ما شاء الله تبارك الرحمن عندهم داكشي اللي زوين، واثمنه كما قلت لكم مناسبه. هنا صراحه راه بغيت نزيد نصور لكم بزاف، ولكن كان المحل ما شاء الله عامر وانا ما نقدرش نصور الناس ولا شي حاجه احتراما لهم. وهذاك الشيء باش درت لكم غير لقطات خفاف. مره اخرى ان شاء الله الا كان كيعجبكم هذا النوع ديال الفيديوهات نصور لكم اكثر ونشارك معكم تفاصيل اكثر. المهم ما تنسونيش من لي لايك ديالكم، وهانتوما معايا في لا فيديو حتى نساليو ان شاء الله. صافي صافي. المهم هذه هي التقديه ديالي اللي خديت دابا في الخريجه اللي شاركت معكم. يعني قلت لي مالا نوريكم المشتريات، ان شاء الله غادي نشارك معكم. صراحه انا راه كل مره كنتقدى شي حاجه، ولكن المهم هذه هي التقديه ديالي في هذه الخريجه هذه. يعني كل حاجه صراحه ماشي محل واحد، لان راه ما يمكنش محل واحد غادي نلقى فيه كلشي. يعني ملي كنكون محتاجه شي حاجه فين ما لقيتها كناخذها. المهم ان شاء الله نشارك معكم هذا الشيء بالتفاصيل، وان شاء الله الا بغيتوا ولا كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات نبقى نشارك معكم. يعني اون فوا غادي ناخذ شي حاجه ولا ملي تكون عندي شي خريجه هكا فيها مشتريات ديال الخدمه ولا اللي كنحتاج، مرحبا والف مرحبا. انا صراحه دابا كنوري لكم داكشي اللي كناخذو خاص بيا انا، يعني اللي تيهم الحلويات والطبخ اللي مختصه بهم انايا. مع التقديه ديال الدار وداك الشيء هذيك بعيده صراحه. يعني ماشي ما يمكنش زعما نوري لكم كل حاجه كل مره، عكس هذا الشيء. يعني كيكونوا البنات مهتمين باش كيعرفوا مثلا حتى الاثمنه. انا براسي شي مرات والله العظيم الا كنبقى نتقدى
سورتو فاش كنتقدى مثلا عند السيد اللي كناخذ من عنده، صافي كيبقى يجمع ليا الحساب كنخلصو، صافي كنمشي شحال خديت هادي شحال خديت هادي، والله ما كنعرفش داكشي بالديتاي. المهم غير اللي عارفه مثلا حويجات بالديتاي انا غادي نشاركهم معكم. اول حاجه انا كناخذ هاد الطاسات ديال 5 كيلو ناباج، 5 كيلو غلوكوز. بالنسبه لا مارك كل مره الصراحه شنو كنلقى، يعني ما كنلقاش ديما نفس الماركه. بالنسبه لناباج راه بين 45 و 50 درهم، وبالنسبه للغليكوز بين 70 80 درهم. صافي كناخذ هاد الباكيه هادي، دابا انا راني هازه منها واحد الكميه وحطاها في الثلاجه، باش اللي كنخدم بها كنخليها في خارجه زعما على الثلاجه، واللي كنعرف راسي راني باقا ما غاديش نستعملها كنخليها في الثلاجه. كناخذ باكيه فيها 24 حبه تقريبا ب 160 درهم، بين 160 170 درهم، فيها 24 حبه. خديت الزنجلان صراحه عندي، ولكن ديما كنبغي انا الزنجلان يكون عندي ريزيرف في الدار. هذا راه باقي ما منقي ما والو، هذا خديته الكيلو 560 ريال، يعني بالدرهم 28 درهم. هنايا خديت البافو، خديت 4 تقريبا، واقيلا واش 15 درهم ولا 20 درهم. هاد لي زاغوم هادو، هادي حامض، هادي ديال الكوك، وهادي فرومبواز، 5 دراهم 5 دراهم 5 دراهم. يعني البواطه فاش كنبقى نشارك معكم في الفيديوهات وكنقول لكم ابتداء من 5 دراهم، هادي هي البواطه اللي كتكون فيها 5 دراهم، يعني هذا هو القياس. خديت هاد المراشم، كاين صراحه اللي خدمت بهم وكاين اللي مازال، ولكن انا يلا خديت هادو. كاين هاد الشكيل هذا هو اللي دار ليا واحد الهجوم، لان كاين بعض الدول اللي كيعتقدوا بان صافي الا كان هما عندهم شي حاجه قديمه راه كل شيء، راه ممكن يكون عند اخوات نيت في المغرب قديم، ولكن انا بالنسبه لي راه جديد لانني انا يلا خديته وخدمت به. يعني هذه للتوضيح، راه ماشي اي حاجه صافي انا شاركتها معكم في لا فيديو يعني راه جديده عند كل شيء، ربما هو مرشم قديم حتى هنايا، ولكن انا بالنسبه لي راه جديده. فاش نقول لكم شي حاجه جديده راه بالنسبه لي انا ما كنعممش. كاين هاد الشكل الاخر، وكاين هاد الشكل تا هو اللي كيجي زوين، كاين هذا، كاين هذا، وكاين هذا. هادو تقريبا خديت كل 3 ب10 دراهم، كل 3 حسبهم ليا ب10 دراهم، ماشي نفس المحل صراحه. كناخذ هاد الفلون فيه كيلو، نفتحو لكم، كيجي 2 ساشيات، كل ساشيه فيها نص كيلو وكيكونوا عازلين، يعني كاينين 2. هذا خديته 35 درهم، يعني بين 35 40 درهم. هذا صراحه زوين وعملي، يعني فاش كتبداي تاخدي بالديطاي هذا اقتصادي بزاف. وخديت هذا المول هذا خديته ب 18 درهم. هذا ديال كيك ديزاين، انا محتاجه واحد اخر وخديته، هذا العبار ديال 15 سنتيم. خديت هذا العقيق هذا اولا الجوهر بالالوان، هذه 10 دراهم، مفتوح من هنايا 10 دراهم. خديت الزريعه وكذلك باللون الذهبي، هذه راه فيها الفضي فيها الذهبي فيها الالوان، المهم على حسب، انا كيعجبني شي حاجه اللي تكون لون واحد واللون اللي نقدر نستعمل دائما، يعني كيمشي ليا في بزاف. خديت هذه الزريعه هذه 10 دراهم حتى هي. وهذا الورد هذا اللي كيجي زوين صراحه في التزيين، هذه 5 دراهم اللي خديت فيها، يعني بغيت تنجربو. المهم هادشي راه كيتباع بالعبار، كيحسب لكم داكشي اللي بغيتو نتوما. البافو شاركتو معكم، هذا الملون هذا اولا هذا البرونز يعني الذهبي، وهذا ورق الذهب. انا هادو صراحه خديتهم من موقع، يعني ماشي يعني موقع اونلاين،
واعرين، وكيطيح هذا بحال هنايا في صراحه في مول الحانوت ولا شي حاجه تيبيعوا لك زعما غالي، ولكن فاش كتاخديه هكايا طاسه كبيره من شي موقع ولا شي حاجه كتلقايه ثمن مناسب. وكذلك حتى هذا الكولورون هذا. هنايا خديت اللوز، ها هو حسبوا لي 83 درهم الكيلو. ها هو كيفاش كيكون. خديت وكذلك القرقاع، هو هذا. انا هذا صراحه راه نقيه، يعني ملي تنجيب القرقاع ديما تنقيه وتنعزل النصوصه وتنحيد له ديك الغبره ديالو. المهم هو هذا خديته كيحسبوا ليا بين 80 و 90 درهم، كيوصل شي مرات حتى ل 100 درهم، المهم على حسب. العجينه ديال التمر هادي كيلو كنظن 18 درهم. 18 درهم العجينه ديال التمر، 18 درهم. كناخذ هاد السنيده هادي ديال البلاستيكه، صراحه تجيني احسن من ديال الكارت لان كتكون رقيقه. ما عرفاش كتبان لكم، كتكون حبيبات ديالها رقاق، يعني ما كتحتاجي لا تغربليها لا والو. هذه صراحه كناخذها من بيم، كناخذها هذه من بيم، اولا الا لقيتها في شي محل، ولكن غالبا ما كنلقاهاش في الحوانت. كناخذها في بيم ب 9 دراهم، يعني قريبه 10 دراهم. 10 دراهم المهم ما كاملاش، قل شي سنتيمات قلالين. هاد السيليكونات وكذلك هذا كان عندي صراحه وتقطع ليا وعاودت خديته، وهذا ما كانش عندي يلا خديته. ولقيت غير هاد الزواقه، ان شاء الله حتى ناخذ شي زواقات اخرين. هادو تينفعوني مثلا الكيك ديزاين فاش كتبغي تخدمي ديك الحافه ديالهم كتجي هكايا زوينه. اولا شي مرات كنبغي نخدم في الوقيته ديال العمره اولا ديال الحج، كتبغي تخدموا هذيك السنيسله على شكل تسبيح، ولا واخا كاين الطابع دابا ديال التسبيح غير باقي ما تحتش الفرصه انني نلقاهم ناخذو. المهم خديت هذه وخديت هذا كان عندي صراحه غير هو تقطع ليا صافي تشرك ليا في هادو. خديته ب 25 درهم، وهذا وقيله نفس الثمن تقريبا. هاد العقيق وكذلك تسالالي، كناخذ بزاف الفضي والذهبي يعني في هذا الرقيق. ايوا تسالى ليا باقي صراحه عندي طاسه واحده اخرى حد النص، ولكن انا كان صافي ملي كتقرب الحاجه تسالى لي وكنعرف كنحتاجها كناخذها. هذه 5 دراهم حتى هي. صافي خديت الزيت وكذلك الطحين خديته. بالنسبه للطحين كنخدم بكاطو ولا الاتقان في هذه المدينه ما كنلقاهاش صراحه، يعني الا لقيت كاطو فراه مزيان، ما لقيتهاش صافي. المهم واحد الحاجه واحده اخرى كيسولوني البنات على الطوابع اولا الحروف اللي كنطبع بهم فاش كنكون خدامه في شي كيك. ها هما البنات بغيت نوريهم لكم، هما هادو هما الحروف باش كنكتب. راه جبتهم حدايا باش نوريهم لكم. ها هما هادو كنت خديتهم حتى هما من موقع ديال شي ان، راه من شحال هادي، راه سنوات تبارك الله مناش خديتهم. صافي كنتمنى ما نكون نسيت حتى شي حاجه. خديت حتى واحد لابواط ديال الزبده هادي حتى هي كنحتاجها. صافي هادشي اللي خديت في هاد التقديه. نسيت لكم الشوكولا اللي كناخذ، يعني حتى هو كناخذ فيه باكيه بحال هكا. هاد المره ما لقيتش باكيه الكحله يعني اللي كتكون بحال هادي ديال الكيلو، وخديت هادي يعني نفس الثمن حسبهم ليا تقريبا. طاحت عليا الكرتونه كتكون فيها تقريبا والله ما عقلت 24 حبه وقيله ولا 12 حبه. 12 كتكون 12 من الكيلو، وإلا خدينا هذه الصغيره كتكون فيها 24، يعني طاحت عليا ب 5000 وشي حاجه الكرتونه.
المهم كتبقى على العموم اقتصاديه شي شويه مقارنه الا خديتو بالحبه يعني هكا بالتقسيط، فراه يعني كطيح شي شويه زايده الثمن على الا خديتو كرطونه صافي. المهم وخديت حتى هذا الفرماج اللي كيكون طاغتيني يعني كيصلح للدهن، وكديروه مثلا في لي صوص او لا كيجي صراحه زوين. بالنسبه لهاد الطاسه هذه فيها 900 غرام خديتها ب 40 درهم. راه كاين الماركات بزاف ولكن حاليا المحلات جايبين اغلبيه هاد الماركه هذه، وكيف ما كاين نص كيلو ديالها او 400 غرام. المهم راه كاينه الطاسه الصغيره وكاينه الطاسه الكبيره، ومن الافضل خذوا هذه كتكون اقتصاديه اكثر. الا كنتم مهتمين مثلا بحال هاد الفيديوهات ان شاء الله نبقى نشاركهم معكم، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم لا فيديو، ونتلاقى بكم في شي وصفه جديده ان شاء الله سهله واقتصاديه. وقولوا لي شنو كتهتموا، واش كتهتموا بالحلويات مثلا نمشي لكم في هذا الصنف هذا بزاف، اولا تبغيو ندخل لكم مثلا يعني وصفات الكوتي العشاء بحال هكا. المهم كنتمنى ان شاء الله تساعدوني بالافكار ديالكم، حيت انا تبارك الله راه صوره لكم فيديوهات بزاف ولكن كنحير في شنو نحط لكم اولا في شنو كيبغي المتابع. يعني واش مهتمين بحلويات حاليا نحط لكم الحلويات اللي انا مصوره معكم. وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم لي فيديو ديالي وتتابعوني، وما تنسوش لي التشجيعات ديالكم بلي لايك لي زابوني. ونتلاقى في فيديوهات جداد ان شاء الله، ومرحبا بكم الى اللقاء.